على جميع المنصات وفي كل مكان فيديو للشاب اللي اتسحل وخدوه لبسوه قميص نوم او بدلة رقص ومشوه في الشارع كله وقعدوا يضربوا فيه والكلام ده كله. آه، الشاب ده اسمه اسلام. المفروض ان هو من قرية اسمها قرية ميست عاصم، تابعة لمدينة بنها، محافظة القليوبية. آم، على لسان الشهود والتحقيقات والفيديوهات اللي شفتها على الفيسبوك وعلى التيك توك، ان هو اسلام ده كان بيحب بنت او راح يتقدم لها، اهلها رفضوه. المفروض جالها عريس تاني. البنت كانت لسه بتحب اسلام، فهربت مع اسلام. وبعدين اهلها آه، قعدوا يحاولوا يتصلوا بيه. الواد خدها، وليه اختين بنات متجوزين اعتقد في قرية تانية او في مكان تاني. هو خدها البنت معاه واستخبوا عند واحدة من اخواته. فبدأ ابو البنت يتصل بيه يقول له ارجع واحنا هنجوزها لك. وبعدين يعني قعدوا يساوموه كده. المهم رجع على بيت اهله. اعتقد رجع لوحده يعني لان البنت ما كانتش ظهرت. وبعدين طبعا اتجمعوا عليه. كان الفجر الصبح. بيقولوا ان ابوه قعيد يعني ما بيمشيش، وامه ست كبيره، وكان في طفل صغير بس موجود. تهجموا عليه باسلحه، كان معاهم مطاوي وسيوف والكلام ده كله، قعدوا يضربوا فيه. وبعدين قاموا واخدينه خطفوه في شقه من شقق اللي هم اهل البنت. على برضو كلام الشهود شربوه حاجه. آه، واعتدوا عليه وضربوه وكهربوه الكلام ده كله، وكان في مش في وعيه. عشان كده تحسه في الفيديو يعني اكنه شارب حاجة او مش مركز. لففوه في الشارع، طبعا عملوا له زفة. الناس اتفرجت عليها. طبعا في ناس كتير ما اتدخلتش. انا اللي ضايقني من الموقف، انا مش داخل احكي قصة او اسرد اللي حصل بالظبط. معلش الفيديو طويل يعني، بس الناس بقت تخاف. يعني الناس في الوقت الحالي كله بقى يقول لك انا في حالي، خليني في حالي. الناس عندها مشاكل كتير، كل واحد بقى اللي عنده مشاكل أسرية، اللي عنده مشاكل اجتماعية، مشاكل مادية، كل واحد خارج بقى بيفكر في اللي وراه. وفي نفس الوقت البلطجة بقت كبيرة قوي قوي في البلد. يعني واحد اتدخل، شفنا احنا في اكتر من حالة. اللي خد له 7 و8 غرز في راسه، واللي دخل حدف واحد بعجلة برضه والواد ضربه والناس عورته. ودي بقى مجموعة كمان، مش واحد ماسك واحد، لا ده مجموعة ماسكين واحد. وفي نفس الوقت اعتقد ان في واحد اتدخل وقال ايه اللي بيحصل يا جدعان ومش عارف ايه وما ينفعش وما يصحش. قاموا قايلين له ده خاطف بنتنا والكلام ده كله. فبدأ طبعا ايه يبعد عن الموضوع. طبعا عمدة البلد اللي هو زي رئيس البلد او المكان بتاع البلد كان عرف بالخبر وجه قام ضارب الولد قلمين. آه وقام واخده وسلمه للشرطة. طبعا ما عجبنيش برضو تصرف العمدة، حتى التعليق بتاعه ما عجبنيش نهائي. المفروض يتغير الشخص ده. وكل الناس تتحاسب. طبعا الداخلية عملت الشغل اللي انا عمال اتكلم عليه في كل الفيديوهات اللي فاتت. مسكوهم بلبسهم في ساعتها 9 اشخاص و3 ستات. آه، ومحامين كتير مسكوا القضية، والقضية تحت التحقيق. طبعا اللي عمله الولد اللي هو اسلام طبعا غلط، بس ما ينفعش يتحاسب عليه بالطريقة دي. والبنت غلطانة برضو. ما ينفعش حد يهرب ويسيب والكلام ده كله. الموضوع كله اصلا مش مظبوط من اوله لاخره. بس التوتالة اللي حصلت في الاخر وحشة جدا. الناس طبعا بتلوم على الدراما. يا جدعان الدراما يعني جزء من الحقيقة. في حاجات، في جرائم وحاجات كتير، في مسلسلات جاية كلها عن جرائم كل شوية نشوفها. ناس قتلت ناس. ويعني الناس برضو مش بتتعلم من الدراما. الناس كلها عاوزة تغيير. آه، الناس بقت أخلاقها مش كويسة. الناس مش عارف بصراحة، ما بقتش يعني زي زمان. الناس مش طبيعية. طبعا أنا مش هحط فيديوهات في الفيديو أو هحط صور، عشان مش عاوز يعني أنشر نفس الكلام اللي الناس بتنشره. آه، حبيت أعلق عن استيائي عن الموضوع وأحاول أشرح اللي حصل بالظبط. لو شفتني لآخر الفيديو شكرا ليكم، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.